الزميل الصحفي العزيز الأستاذ محمد منير لنعلق سويا على عناوين الصحافة المصرية الصادرة صباح اليوم. أستاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ أحمد؟ يا مرحبا أستاذ محمد. أستاذ محمد، يا ترى حضرتك يعني كيف نظرت إلى المقال المنشور في اليوم السابع للعميد محمد سمير عن الرعاع، وكيف ان يعني جريدة زي اليوم السابع فتحت مجال لرجل عميد عسكري ليس له علاقة بكتابة الصحف او لهم اي علاقة بمقالات صحفية او غيره يعني بقول لك يا زميلي، انت تعلم تماما ان ما يكتبه هذا السمير ليس بمقال. يعني لما تقراه حتى بقواعد المقالات والمهنية ده مش مقال. هو ولا البتاع اللي اسمه تامر عبد المنعم ولا اللي بيكتبوا في اليوم السابع، اللي بيكتبوا حاجات وبيقولوا عليها مقالات ترهات وليست مقالات. نعم. وده جزء من مخطط كبير للإجهاز على الإعلام ووضعه تحت سيطرة النظام الذي هو الآن النظام عسكري. فطبعا سيكون إعلام بنكهة العسكر. نعم. في التوقيت ده. طب أستاذ محمد، أنا عايز برضو أقول لك، يعني هو العميد محمد سمير اللي بيكتب مقاله ولا هناك آخر بيكتب مقاله في اليوم السابع؟ لا، وانت لو بتقرا اللي بيكتبه تكتشف انه مش محتاج اخر، بس هو في حد بيوجهه. هم صارفين له صرفيه كتاب الامام الشافعي كل 3-4 كلام ياخد له منه بيتين، وحد يقعد يقول له الله وبتاع وكيف، ومكاتب 4 5 وسطه. يعني هو الفكره مش محتاجه حد يكتب له، ورغم ذلك هو ما يعرفش يكتب الترهات دي. يعني اذا كلام لكن هو اصله في دلوقتي محاوله تجميل العسكر بان هم يخاطبوا بعض المشاهد التاريخيه القديمه. العسكر زي يعني اذا كان حد مثلا اوهم محمد سمير او اوهم غيره انه ممكن يبقى زي محمود سامي البارودي رب السيف والقلم، ولا ممكن يبقى زي عبد المنعم السباعي الذي تحول من العسكريه الى كتابه الاشعار لأم كلثوم، ده موضوع مختلف. طيب يعني كانوا ناس شرفاء في تركيبات فعلا، يعني احنا صحيح انا معاك تماما ان موضوع محمد سمير ده موضوع يطول، ان اصبحت النهارده الصحافه مفتوحه للبحر لاي حد عايز يقول بقين يقولهم بغض النظر هو هيقول ايه. انما خلينا انتقل مع حضرتك الى منشطه اخبار اليوم النهارده، وهي بتتكلم عن احياء الذكرى الاولى لسقوط طائره باريس وزير الطيران التحقيقات امام النيابه لوجود اثار لمواد متفجره. اسم محمد سنه كامله وسقط ضحايا مصريين وطائره فرنسيه سقطت وكل العالم يهتم بالامر، ولكن حتى هذه اللحظه لم يحدد الجناه ولا ايه اللي حصل اصلا في هذا التفجير. كيف ترى هذا الامر؟ والله انا مش عارف هذا التناقض بين جهاز امني في دوله تضبط قتله النائب العام بعد كام ساعه، وتضبط اصحاب العمليات الارهابيه بعد كام دقيقه، وتضبط مش عارف ايه بعد كام نص ساعه، وتيجي على الحادث الحقيقي اللي هم مش عارفين حاجه عنه يحتاروا. اذا الموضوع بقى مش موضوع كفاءه امنيه وكفاءه بحث امني بقدر ما ان هتبقى الحوادث اللي بيتم ضبط المتهمين فيه في شبهات حوالين المتهمين دول. بدليل ان احنا لما اتحطينا في محك حقيقي خاص اسمه حادثه سقوط الطائره ضربنا 5 اسداس وبقالنا سنه مش عارفين نعرف ايه الحكايه. صحيح. يعني فانت في حاله تناقض يكشف كذب ما يتم ادعائه حوالين كفاءه الجهاز الامني المصري وحوالين القضايا التي تضبط تحت اسم انها قضايا ارهابيه. تمام. استاذ محمد، معايا الحقيقه خبرين، خبر من البوابه وخبر من الاهرام، عايز اشبك بينهم وانا اترك لحضرتك التعليق على هذه الاخبار. الخبرين فيهم شويه مفارقه، يعني مش عايز اقول تناقض او اقول، انما خلينا نقول البوابه بتقول النهارده في المنشط بتاعها ان طوابير والشباكات امام المخابز والبحيره بلا عيش منذ اسبوع. ده الخبر البوابه، ان محافظه باكملها زي البحيره
فيها طوابير امام المخابز وبلا عيش من اسبوع. في نفس الوقت الاهرام معايا ايضا الخبر بتاع الاهرام ان الوائل عصار بيتكلم عن مشروع استثماري ضخم بكفر الشيخ وتصنيع اول سياره مصريه من الانتاج الحربي. كيف نجمع بين خبر الاهرام والوائل عصار بيحدثنا عن الانتاج الحربي وتصنيع اول سياره مصريه وبين الناس اللي مش لاقيه عيش ولا خبز في محافظه زي محافظه البحيره؟ يا أستاذ أحمد، قبل أن أتكلم عن التناقض بين الخبرين دعنا نتحدث عن المصداقية. نعم. سواء كانت للبوابة ولا الأهرام، كلاهما ليس له مصداقية. وإذا كانت البوابة في لحظة ترفع تون المعارضة وتبرز بعض كده يعني المشاهد وبعض الشيء من المعارضة، فهذا حتما بيكون لغرض ما أو لاتفاق ما أو لابتزاز ما. وكذلك الأهرام، أنا بقول لك كلهم ما فيش مصداقية، وكلهم بيشتغلوا أخبار موجهة، وكلها أخبار ليست لها محتوى ولا مضمون، حتى لو كان فيها شيء يخاطب جزء من الحقيقة. فأنا يعني لا حصدق ما قيل في البوابة، أو إذا كان قيل وبيعبر عن جزء من الحقيقة فهو يقال لغرض ما. ولكن الحقيقة أن هناك أزمة في مصر معيشية لا تتعلق بالخبز فقط، ولكن تتعلق بمجمل الحياة، حتى أن الدواء أصبح المريض يشتريه فرط اليوم بيومه. للأسف المريض المزمن لما بيبقى معاه فلوس يشتري دواء اليوم بيشتريه محوش، بيأجل علاجه يوم. يعني ما توصل الكوارث لهذا المستوى، إذا في مشكلة عامة، ما هياش مشكلة بقى فران فقط ولا طوابير فقط، ده مشكلة حياة في مصر. طب يعني على نفس النسق أستاذ محمد، عندنا الوطن بتكلمنا عن حملة برلمانية لإقناع الحكومة بتأجيل زيادة الأسعار في يوليو المقبل. طبعا في زيادة أسعار في الكهرباء والبنزين، فبعض السادة النواب الآن بيتحايل الحكومة ومن حملة من فضلكم، يعني المشرحة مش ناقصة جثث. كيف نقرأ أيضا هذا الموضوع في إطار بقى المصداقية اللي حضرتك بتتكلم عنها؟ يا راجل ده كلام عيب والله العظيم. أنا يعني ماذا يدير الشاه سلخوها بعد ذبحها؟ يا راجل إذا زادت الأسعار بعد الإهباب اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ده أكتر من كده، احنا النهارده خلاص وسط الناس مش لاقية تشتري. أما تزيد بقى خلاص انتهت. هي قضية زيادة أسعار تاني، هي مش قضية زيادة أسعار تاني. إذا كان البرلمان برلمان جاد عليها ليناقش الدولة في إمكانياتها في التنمية وفي فشلها في التنمية وفي خروجها من أزمة قائمة. عارف إحنا لما نتكلم في زيادة أسعار دلوقتي أو في وقف قرار زيادة الأسعار دلوقتي، معناه إقرار باللي موجود دلوقتي. نعم. وإن إحنا يعني بنسعى لتثبيته. اللي موجود دلوقتي هو آخر المطاف بالنسبة للمصريين، ليس هناك أسوأ من اللي موجود. نعم. فلما تيجي نتكلم على أننا بنوقف زيادة أسعار، لا طبعا أنا مش هقر باللي موجود. ده كله كلام المقصود بالإقرار بالواقع وإلهاء الناس عن واقعهم وإحراز مجموعة من المكاسب والانتصارات الوهمية. نعم. عشان يجي بعد شوية يقول لك إيه، نجحنا في تأجيل رفع الأسعار شهرين. نعم. يا حبايبي طب صح. وبعدين والناس اللي مش لاقيه تاكل دلوقتي بتموت. ده طيب. كلام طبعا. طب انا عايز اختتم ايضا خبر في الوطن، خبر كله كيف ومزاج وعلى العال، يعني شويه يهدأ الاعصاب. الوطن بتقول في المنشطه ايضا في الصفحه الاولى: الحشيش سوق الكيف تنتعش رغم التعويم، دولاب المخدرات، عربات كبده وفول واكشاك ثابته ومتنقله. سوق الكيف تنتعش رغم التعويم. الحشيش النهارده استاذ محمد والكيف منتشر اهوت وكله فل الفل، يعني حضرتك النهارده الدنيا تمام. كيف ترى هذا الخبر الجميل اللي كله كيف؟ ما هو استاذ احمد اللي مش هيقدر يعمل حياه ويكون حياه هيعمل دماغ بالحته اللي فضلاله يعني. يعني ده طبيعي ان في عندما تزداد الازمات الاقتصاديه يزداد لجوء الشباب العاطل
غير الآمل في المستقبل يزداد إقباله على المخدرات. دي معادلة طبيعية جدا. صحيح. ومعادلة اجتماعية معروفة من زمان. ربنا يسر. استاذ محمد، الزميل الصحفي الأستاذ محمد منير، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي للتعليق على الصحافة المصرية الصادرة صباح اليوم. شكرا جزيلا.